النظر ما شاء الله والله يا جماعة بقرا من غير نظارة. أنا سميرة أحمد حمد من السودان. والله يا جماعة والله أنا كنت بعاني أكتر من 10 سنين من ألم الموية الزرقاء، وحالة صعبة شديد، ولا بشوف ولا بالنهار وبالليل. عيادات كتير في الدكاترة في السودان، عيادات كتير بالقطرات القطرات. الظروف جابتنا هنا في الحرب هنا في السودان. والله استخدت يا جماعة، ربنا طول جابني للدكتور هشام. الضغط يطلع ينزل، الضغط يطلع ينزل، يطلع ينزل، حركات وبركات. والله يا جماعة والله الحمد لله، الحمد والشكر لله. الفضل يرجع كله الله، يرجع للدكتور هشام. والله يا جماعة ربنا يديه العافية يا الله، يا الله. وبطلب والله العظيم، بقول أي زول عنده ما زرقاء يجي للدكتور وربنا يديه العافية. والله العظيم الليل الأول يوم اللي أنا أفرح. يا ست سميرة، احنا عملنا عملية. لأن في الآخر هي جت معايا وتكلمت الدكتور، قال لك احنا هنعمل لك الجهاز بتاع الصمام ده، احتمال يكون علاج نهائي إن شاء الله. جاب الجهاز، اسمه شنو الجهاز، أحمد جلكوما. اسمه أحمد جلكوما. والحمد لله والله العظيم الحكاية بتاعت شهر شهر الضغط ماشي نازل بطريقة أصلا عادية. أكثر من 10 سنين أنا بعاني والله العظيم. ايه رأيك وأشكرك. في النظر دلوقتي، وهل في أي ألم أو وجع؟ والله يا جماعة أنا عملت عنده الموية السوداء، عملت عنده بتاع الهناية ده أحمد جلكوم. والله يا جماعة ولا بنيدور ولا مسكن، يشهد الله، ولا مسكن أنا ما بستعمله. الحمد لله رب العالمين والشكر لله. النظر عامل ايه؟ النظر ما شاء الله والله يا جماعة بقرا من غير نظارة، درجة خطوط ما شاء الله والحاجات، ورؤية اتضحت لي 100%. يشهد الله يا جماعة. طيب شكرا جزيلا حاجة سميرة. المشكلة الأساسية اللي عندنا في مياه زرقاء متقدمة جدا في العين اليمين. الضغط كان فوق 40 تقريبا، وده 4 أضعاف الضغط الطبيعي، مع تهتك في سطح العين. الملتحمة ما كانتش جيدة، وبالتالي معظم أنواع عمليات الجراحية لعلاج المياه الزرقاء لم تكن لتنجح. بالتالي اخترنا سوا وبالتالي اخترنا سوا إن احنا نعمل عملية الصمام، زرع صمام أمريكي أحمد جلوكوما فالف. هو عبارة عن جهاز بيركب خلف العين وأنبوب إلى داخل العين، منظم لحركة المية داخل العين، وبيحافظ على الضغط الحين حوالي من 11 إلى 12 خلال الأسابيع اللي فاتت لله الحمد. وكان عندها استجابة رائعة كمان في النظر تحسن 3 أضعاف عن النظر اللي كان قليل. دي استجابة زيادة حبتين. الجزء اللي كان بيموت في العصب أنقذناه قبل ما يموت، وبالتالي النظر اتحسن بالنسبة لحاجة سميرة. الحمد لله على سلامتك. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك ويحفظك ويديك العافيه. وثاني بس بقول لكم يا جماعه، بس تعالوا هنا والله العظيم ما بتلقوا الا الخير والاستاف ما شاء الله. الاستاف برضه متعاون جدا جدا والله العظيم يا جماعه. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على سلامتك. شكرا لك يا دكتور، شكرا.